السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في أكلات ياي. النهاردة إن شاء الله هنعمل لكم طريقة الجبنة. طبعا طريقة سهلة وجميلة وإن شاء الله تعجبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده معانا إن شاء الله رتلين لبن. هتبتدي تدفيهم زي دمع العين بالظبط. يعني ايه؟ بصي شوفي الدموع بتاعتك بتبقى دافية ازاي. هندفي اللبن كده وتبتدي ايه تختبريه. دي اجزاء بتجيبيها من عند بتاع الألبان، بتقولي له ايه ب5 جنيه ب10 جنيه زي ما انت عايزاه. هي بتقعد معاك ما بيسيبهاش اي حاجة، احسن من الخل. يعني في ناس بتحط خل، إيه تبتدي كده إيه تجسيها بصبعك تلاقيها دفت، يبقى كده تمام خلاص. في ناس بتحط خل علشان الجبنة تربط معاهم، بس بتبقى طعمها حامض شوية. هنحط ايه معلقتين اجزة، ده 1 2، والكب يجي معلقة، يعني 3 معالق كده. هتبتدي بقى تقلبيها كده كل ده تتفطر البوتاجاز خلاص. هي دفت معانا وكده كويس قوي خلاص. انا هحط معلقة ملح، لكن انتي ممكن تحطي معلقتين 3 الحدق بتاعك يعني. وتكتفي ان انت هتحطي في اللبن بس الملح بتاعك، لكن انا هرش عليها ملح. هتبتدي بقى تقلبي كل الملح والاجزاء والحاجات دي وتسيبيها بقى على جنب حوالي 3 4 ساعات لغايه ما تجمد معاك. خلاص هي كده بقى تمام جمدت معانا وما شاء الله. تبتدي بقى تقطعيها كده، تحطيها بقى في مصفى، في شاشه اللي موجود عندك. هي كده تمام التمام جمدت معانا. دي كده بعد ساعتين 3 نزلت الميه بتاعتها وجمدت اهيت. ويا ريت يبقى لبن جاموسي عشان تبقى حلوه معاك من عند بتاع الألبان. دي شايفين ما شاء الله. هي كده حطيناها في مصفى وهنرش عليها ملح وتسيبيها تتصفى برضو من الميه اللي فيها. طبعا الشرش ده انت مش بترميه، احنا بعد ما بنخلص الجبنة وتجمد معانا وتبقى تمام بنحطها فيه وتحطها في التلاجة. طبعا بتبقى طرية وجميلة جدا وسمينة وما شاء الله. اللبن ده بخيره، ما اشتلناش الوش ولا اي حاجة ما شاء الله. هتحطي عليها ملح وتسيبيها ساعة وتقلبيها على الناحية التانية برضو وتحطي عليها ملح وتسيبيها ساعة. بتبقى ما شاء الله بتجمد معاك بقى، بتبقى حتت كده وجميلة جدا ما شاء الله. شايفين ما شاء الله خلصت معانا هيت وجميلة جدا وان شاء الله تعجبكم وتعملوها ان شاء الله في رمضان. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب يا رب. والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.